السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة وأنتم كتشاهدوا هذا الفيديو، وكنتمنى لكم أخواتي دوام الصحة وراحة البال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيك اقتصادي كيجي لذيذ بزاف بمذاق القهوة، كيجي أكثر من رائع، فقط بمقادير اللي هي جد بسيطة وبطريقة سهلة وسريعة. كنتمنى هاد الوصفة تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم، وكنتمنى أخواتي تشجعوني باللايكات وتعليقاتكم الزوينة. ندوزو للمكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير عندي 3 ديال البيضات، كأس إلا ربع زيت، كأس سكر، حبيبات، كأس ونصف ديال الماء دافي وضعت فيه معلقة كبيرة ديال القهوة سريعة الذوبان، 3 كيسان ديال الفورص، 2 معالق كبار كاكاو، 3 الخمارات، رشة ملح، وكمية من اللوز والقرقاع مهرمش. اول حاجه غادي ناخذ الكاس اللي وضعت فيه معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وغادي نضيف ليه 2 معالق كبار ديال الكاكاو، وغادي نخلط الكل جيدا حتى كيذوب ليا الكاكاو. من بعد غادي ناخذ الخلاط الكهربائي وغادي نضع فيه 3 ديال البيضات يكونوا من درجه الحراره ديال المطبخ، وغادي نضيف كأس ديال سكر حبيبات، وكأس إلا ربع ديال الزيت، وغادي نطحن جميع المكونات مزيان في الخلاط الكهربائي تقريبا 4 ديال الدقائق حتى كيتغير اللون ديال البيض وكيضاعف الحجم ديالو. ضروري تخلطوا البيض مزيان في الخلاط الكهربائي باش تجيكم الكيكه خفيفه. هنا كيف كتلاحظوا القوام ديال البيض كيتضاعف واللون ديالو كيولي ابيض. من بعد غادي نضيف الكاس اللي وضعت فيه معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان و2 معالق ديال الكاكاو، وغادي نضيفهم الخليط وغادي نطحن جميع المكونات بهذه الطريقه. ملي كتضيفوا كاكاو في الاول وكطحنوه مع جميع المكونات كتكون افضل ملي كتضيفوه في الاخير مع الدقيق. هنا غادي نفرغ الخليط في اناء وغادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج. ومن بعد غادي نضيف الدقيق، عندي هنا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، دائما القياس ديال العنبه وتكون نوعيه جيده. وغادي نضيف 3 ديال الخمارات وغادي نغربل الكل. ضروري في هذه المرحله تغربلوا الدقيق مره حتى ل2 مرات. هنا غادي نضيف رشه ديال الملح لتحسين الذوق، وغادي نخلط جميع المكونات مزيان مع بعض. من بعد غادي نضيف الكميه المتبقيه ديال الدقيق. ضفت 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، يمكن لكم تزيدوا او تنقصوا كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق. غادي نخلط جميع المكونات حتى نحصل على خليط اللي ما يكونش خفيف وما يكونش ثقيل بزاف، حيت في الاخير غادي نضيف الفواكه الجافه. وهنا ضفت معلقه ديال الخل باش يجيكم الكيك خفيف. هنا هذا هو القوام اللي غادي تحصلوا عليه ديال الكيك. هنا جبت مول دهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق وغادي نفرغ فيه الخليط. الفران يكون سخون من قبل على درجه الحراره 160، شاعل من الفوق ومن التحت. ملي كندخل الكيك كنخليه فقط شاعل من التحت حتى كتبدا الكيك تحمر من الجوانب، عاد كنشعل عليها من الفوق. هنا غادي نضيف الفواكه الجافة من الفوق. بالنسبة لهذا الكيك يمكن لكم ديروا اي حاجة متوفرة عندكم، يمكن لكم تضيفوا قطع ديال الشوكولا او حبيبات الشوكولات او اللوز افيلي، اي حاجة متوفرة عندكم يمكن لكم تضيفوها لهذا الكيك. هنا الكيك من بعد ما طاب وخرجته من الفران كنخليه حتى يبرد وكنزولو من المول.
بالنسبه للصوص اللي غادي نسقيو به الكيك، عندي هنا ربع كاس ديال الحليب، كميه ديال قطعه ديال الشوكولات، عندي هنايا معلقه كبيره ديال الكاكاو، غادي نوضعها فوق النار حتى غادي تذوب، وغادي نضيف ليها دانيت ديال الشوكولا. بالنسبه لهذا الصوص كيجي اكثر من رائع، كيجي لذيذ بزاف، غادي تجربوه وغادي يولي معتمد عندكم. غادي نخلط جميع المكونات حتى غادي نساجمو وكيذوب هذاك دانيت الشوكولا، وغادي نفرغو فوق الكيك، وغادي نوزعو مزيان في الكيك في الوسط وكذلك في الجوانب ديال الكيك. هنا من بعد غادي نضيف حبيبات ديال الشوكولا، اي حاجه متوفره عندكم يمكن تزينوا بها هذا الكيك. هنا غادي نزينها فقط بحبيبات ديال الشوكولا، وغادي نوضع الكيك في الثلاجة. من بعد ما زينتها وغادي نخليها حتى كتبرد وكيبرد هذاك الصوص تماما، من بعد غادي نقدمها. وهنا غادي نقسم معكم الكيك باش تشوفوا الشكل ديالها، كتجي اكثر من رائعه بهذاك الصوص اللي كيجي المذاق ديالو اكثر من رائع. وكنشكركم اخواتي على تشجيعاتكم ولا تعليقاتكم الزوينه، الله يوفقكم يا ربي والله يسهل على الجميع. وهذا هو الشكل ديال الكيك، كيجي اكثر من رائع بمذاق القهوه، المذاق ديالو كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى اخواتي تجربوا هذه الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. احبكم في الله، الى فيديو جديد ووصفه جديده.